هلو اتمنى تكون بتتفرج على الفيديو ده وانت مفوق، عشان عندنا تدريبات كتيره قوي في السيريز دي، وحاسه مفيش احسن من السيت اب الجديد فرصه عشان نبدا نكتشف وقتنا بيروح فين. مش عارفه ايه العلاقه ما بينهم، بس عايز اسمع رايكم في السيت اب قوي. يلا بينا. مش هكدب عليك، مشكلتك مش في انك مش عارف تنظم وقتك، لكنك ما عندكش وقت تنظمه. لو اديتك مهمه مدتها 4 ساعات وانت عندك 4 ساعات ما فيهمش كسل ولا مشاوير ولا حاجات بتنط في طريقك، هتعمل المهمه عادي، ما كناش هنحتاج الفيديو ده اصلا. بس هتلاقي فين 4 ساعات مثاليين. مبدئيا عمرك ما هتستفيد ابدا بال 18 ساعه اللي بتصحى فيهم، لكن مش قادره احكي لك سعادتك لو استفدت ب6 ساعات ورا بعض. بس برضه هتلاقيهم فين دول؟ تعال اقول لك. هات ورقه وارسم فيها مجموعه مربعات 4 في 4. لو فرضنا انك بتنام 8 ساعات فيومك عباره عن 16 ساعه متمثلين في ال 16 مربع دول. ابدا اكتب فيهم الحاجات اللي عملتها في يومك بعدد الساعات. انا عن نفسي نمت 10 ساعات مش 8، فهاخد مربعين. اكلت في ساعه، صورت ومنتجت الفيديو ده في 3 ساعات، خرجت الصبح قضيت مشاوير ساعتين، وهنقول قعدت ساعه على الموبايل. وصدقني ما عنديش ادنى فكره الباقي راح فين. لو انت مليت كل المربعات وعلى الاقل نصها حاجات مفيده ولازم تعملها، يبقى انت لازم تقلل من الحاجات اللي بتعملها عشان تلاقي وقت فاضي. لكن لو لقيت ان 4 أو 5 مربعات فاضيين، مبروك، عندك 5 ساعات في يومك فاضيين. يعني 42 ساعه في الاسبوع، 168 ساعه في الشهر، وانت لسه مش لاقي وقت تاخد الكورس ال8 ساعات اللي بقالك شهرين فيه. بس برضه هم فين ال 168 ساعه دول، وليه ما بحسش بيهم؟ الطريقه اللي هنتكلم عليها دلوقتي عشان تعرف الوقت ده بيروح فين. ممكن نتغدى دقيقه، انا فاضل لي بالظبط 30 ثانيه. ايه رايك؟ هتشوفي بقى الفيديوهات. باي. سوري. اول ما تصحى من النوم اظبط منبه يرن بعد ساعه. في ورقه فاضيه او على جوجل شيتس اعمل جدول فيه كل الساعات من اول ما تصحى لحد ما تنام. اول ما المنبه يرن روح اكتب انت عملت ايه واظبط منبه جديد. ومش شرط تبقى حاجه مهمه، ممكن تكون ماسك الموبايل او في الطريق. طب بعد ما عرفت كل ساعه بتروح فين، تاني يوم من اول ما تصحى اكتب كل ساعه هتعمل فيها ايه واظبط منبهاتك عشان تاكد انك ماشي صح. انا عن نفسي بطول في حاجات كتيره قوي ما بديهاش الوقت المناسب ليها، فالطريقه دي ساعدتني ازود وعي ناحيه الوقت، وهدفها الاساسي تعرفك انت عملت ايه في يومك وتبدا تحدد الساعات الفاضيه عندك اللي بتجري كده. بس السؤال، لما تلاقي الوقت الفاضي ده هتنظمه ازاي عشان تعمل اللي وراك؟ استنى الفيديو الجاي، وكان معكم ملك حاتم.